السلام عليكم، صباح الخير لكل الأصدقاء، صباح الخير لكل المتابعين، صباح الخير لكل القلوب الطيبة التي تضامنت معي. ألف تحية للجزائري حر، تحية لكل بيت جزائري، تحية لكل صديق بعث رسالة وتضامن معي، تحية إلى كل إعلامي حر صاحب قلم نظيف كتب وغرد وقال أنه هذه هي صباح. اليوم زخم من الأمل يبعث في من جديد. تحية لكم جميعا، هذا معدنكم، معدن الجزائري الحر العربي الأصيل. الكثير من الكلمات الآن تتضاعف حروفي، ربما قد تغيب كلمات وتحضر أخرى. تمنيت أن تجتمع كل حروف الأبجدية من الألف إلى الياء لأكتب فيكم قصائد وأشعار ودواوين، لأنه الكل معدن أصيل وطيب. أردت اليوم فقط أن أشارككم بعض القصص أو الحكاية التي كانت مع أطفالي الذين تربعوا على عرش ذاكرتي وسيبقون كذلك. في يوم من الأيام العام الماضي تلميذتي إيمان في حصة الرياضة وجدتها تبني عشا على الأرض. سألتها: حبيبتي إيمان، الأعشاش العصافير تكون على الأشجار وليس على الأرض. قالت لي: معلمتي، قد يسقط عصفور يوما ما ولكنه سيجد عشا على الأرض. إيمان في تلك اللحظات ربما كانت تقصدني أنا، والآن إلى كل من ظن أنه أسقط تلك العصفورة من الشجرة أقول لهم: طيبوا خاطرا، فلي على هذه الأرض الطيبة بيوت كثيرة، ناس طيبين كثر احتووني، كل أم جزائرية دعت لي، كل بيت جزائري دعا لي، كل إعلامي حر صاحب قلم نظيف دعا لي وكتب عني، إنهم أصحاب الرسائل النبيلة. هو المعلم كذلك. ألف تحية لكل المعلمين الذين تضامنوا معي من أقسامهم. تحية لكم جميعا. أتمنى فقط ألا أنسى أي شخص. تحية لكم كلكم. في النهاية تأكدوا جيدا أنه رسالتنا نبيلة، لأنه أعطني مدرسة أعطيك مجتمعا راقيا، الرقي يبدأ من هناك. أقول للبعض، لمن حاول فقط أنه يذهب بعيدا بالفيديو من تأويلات وما إلى ذلك، من هذا الموضوع